ازيك يا مرات ابني؟ حماتي وحماية انتوا ايه اللي جابكم؟ ايه ده؟ هي بتقفل الباب في وشنا؟ ايه اللي عملته ده؟ حاجه غريبه قوي. عملت كده ليه؟ يوه ده ايه اللي الكرامه ده ما عندهمش كرامه خالص. وكان عندكم دم بقى، ابنكم اتجوز وخلاص مش فاضلكم اصلا. انتوا فعلا لو عندكم كرامه تاني ما تجوش هنا تاني، ابنكم خلاص ما بقاش عايزكم، اتجوز خلاص. يا بنتي مش معنى ان ابني اتجوز خلاص ما نجيلوش، ده بيت ابني يعني بيتنا بالظبط، نيجي وقت ما نحب. لا يا حبيبي هي مش لوكاندا، تروح وتيجي زي ما تحب. خلاص يا حاج، احنا ملناش قعاد في البيت ده خلاص. ايوه يلا حسوا على دمكم بقى وامشوا اتكلوا على الله. ايه ده؟ معقوله مرات ابني تعمل فينا كده؟ انا مش مصدق، اكيد في حاجه غلط. ازاي دي ما خلتناش حتى ندخل. هو في ايه بالظبط؟ ده انا قلت هجوز ابني واروح ازور ابني واقعد مع ابني وافرح بابني، يعني تقوم مراته تعمل فينا كده؟ انا بقول لها ابني، يعني انا ربيته وكبرته، من حق اخش تقول لي ده مش لوكاندا وراح قافله في وشي. بقول لك ايه يا حاج، ما تعيطش، يلا نمشي وما عدناش نيجي خالص. يلا. حسبنا الله ونعم الوكيل. هما جم تاني اقسم بالله اديهم بالجزمه. مندو ايه ده؟ انت ماسكه شبشب من مين؟ ده كان في واحد بيعكسني فانا قلت مين ده اللي كان بيعكس؟ مين ده؟ واحد معرفش كل شويه يخبط ويطلع يجري. طب ما ردتش عليا ليه؟ ما انا قلت بقى انت في الشغل. يا ولاد الكلب، مين ابن الكلب اللي استجرأ انه يجي عند بيتي ويعكس ويبص لمراتي؟ ما شفت بقى يا مندو؟ لا انا مش لازم اسكت. تعرف شكله؟ انا مش عارفه، هو بيخبط وبيجري فما شفتوش بصراحه، فانا قلت هتجيب الجزمه بقى المره دي جدع بس ما لحقتوش. شاطره. وبقول لك ايه، مش اي حد كده تفتح له وخلاص. ماشي حاضر. هو اول ما خبط قال لك ايه؟ لا هو خبط وجري فما شفتوش. خبط وجري ازاي؟ بس انا كنت شفته من العين السحريه بس من ظهره. طب ما قلتش للناس اللي هم بتاع العماره ان هم يقفلوا الباب كويس بتاع العماره ولا ايه؟ ما اقول لهم انت بقى يا مندو. هقول لهم انا؟ واقول لهم ما يدخلوش اي حد. حاضر، لما اشوف البواب ابن اللذينه ده ازاي يدخل ناس وطلعهم كده من غير ما يقول لاي حد. ايوه المفروض يقول لنا اي حد، يبقى عشان نبقى عارفين مين اللي طالع ومين اللي نازل. صح ماشي. انا هخش كده اريح جسمي وبعد كده بنزل اشوف مين اللي استجرى وجاي هنا. بالظبط ده ايه ده؟ يعني ايه ياما الكلام ده؟ ازاي مرات اخويا تقفل في وشكم انتوا الاتنين الباب؟ ده انا اروح اضربها وهضرب اخويا. لا يا ابني تضربها ايه؟ هو ده اللي حصل، وبعدين ده بيتها وهي حرة فيه. يعني ايه يعني بيتها تقفل الباب في وشكم انتوا الاتنين ولا ايه؟ انتوا هتسكتوا معايا على الكلام ده؟ يا ابني احنا بنقول لك كده مش عشان المشاكل، احنا بنقول لك بنفهمك بس ان احنا لا انتوا بتفهموني، انا اعتبرها كده ان هي شكوى وانا هروح ابهدلها وابهدل جوزها. كلام وتقعد ساكت وما تخربش على اخوك. بص اقول لك على حاجه، احنا كل اللي يهمنا ابننا وطالما عايش مبسوط خلاص. أيوة. مش مهم زياره، يبقى هو يجي لنا. يعني انتوا حلو اللي انتوا فيه ده يعني انتوا هتعدوا الموضوع كده يتقفل الباب في وشكم. يعني ده عيبه في حقكم قبل ما تبقى عيبه في حق انا، وعيبه في حق اخويا اكبر منكم يا انتوا اسلام يا ابني، الاتنين. احنا مش عايزين مشاكل تحصل بينك وبين اخوك من تحت راسنا. لا انا عايزها بقى تحصل وعايزها تدور معاك. بس يا اسلام خليك عاقل وانت عارف ان اخوك بيحبها. يا ابني بقول لك ايه طيبتك ديت اللي هتودينا في داهيه. يا ابني عز عليا، بس كان نفسي افرح واروح لابني وابارك له واقعد معاه. الفرحه جت على دماغي. يا فرحه ما تمت، احنا بنقول كده عشان ما تروحش هناك، عشان ما تصطدمش بيها وتحصل مشاكل بينك وبين اخوك. ما تروحش يا ابني، هو عايز يجي يجي على عينه وعلى راسه. انا بقى اما يجي لي هنا في بيتي انا هعرف بقى اتصرف معاه ومحدش بقى يزعل. انا ما كنتش عايز اجيب سيره عشان عارفك مندفع ودايما متنرفز. انت دايما عصبي كده اهو. اهدى يا حبيب قلبي. اهدى. ده اخوك برضه. اخوك برضه. وايه احنا اللي يهمنا اخوك، طز فيها هي. صح ولا ايه؟ احنا لا نروح ولا نيجي، ان كان هيجي بقول لك ايه، انا لا رايح ولا جاي، يجي على عنا وعلى راسنا، لكن احنا مش هنعتب تاني خلاص بعد المقابله الزفت ده. قفلت في وشنا الباب. ايوه قفلت في وشنا الباب عشان خاطري يا اسلام ما تعتمنش على اخوك، ده يعتبر في شهر العسل. يعني ايه شهر العسل؟ شهر العسل مراته تبهدلكوا كده يا اما انت راضياها؟ لو انت راضيها انا مش راضيها. انا صعبان عليا نفسي، بس ده ابني اتحمل اي حاجه عشان سعادته. خلاص ماشي ياما، انا هعرف اتصرف معاه بس لما يجي لي هنا بيتي.
انا بقى هعرف اتصرف معاه، ولو اللي هيتكلم فيكم ورب الكعبه ما هسيبه. ايه ده المحروسه انت؟ فين جوزك الخرنج ده؟ اخرس، ما تقولش على جوزي كده، جوزي راجل محترم. راجل محترم؟ طب فين الراجل المحترم؟ فين الراجل اللي المفروض يحكم مراته، مش يقفل الباب، مش تقفل الباب في وش حماتها وحماها؟ مش عايزه حد يجي عندنا البيت. يعني ايه يعني؟ اذا كان انت لسه في اول شهر وبتعملي كده، اما لما تقدمي شويه معانا هتعملي ايه؟ هترميهم في الشارع. مش هفتح لك الباب انت كمان، مش هتفتحي لي الباب وترد في البيت طب بتاعك. بصي بقى، انا اقول لك على حاجه، النطع اللي اسمه جوزك ده فين؟ مش اخرتها مش هتكلم مع حريم. انت اصلا تطول تتكلم معايا؟ لا يا ستي مش عايزه طول، ده انا طول وطول لحد برج ايفل. انت مجنونه ولا ايه؟ بس اتكلم على قدك والنبي. فين جوزك دوت؟ هو ايه اللي فين جوزك؟ فين جوزك ايه يعني؟ هتعلق له حبل المشنقه؟ طب خليكي واقفه زي ما انت، كلمي الحيطه، انا هعرف بقى اتصرف معاه. مش عارفه ايه اللي داخل في بيتي ده ويزعق. ايه ما لقيتوش ولا ايه؟ لا يا اختي ما لقيتوش، بس عرفي جوزك عشان تبقي عارفه اللي حصل ده واللي انت عملتيه ده انا مش هسكت عليه، وهوضع حل في الموضوع ده. فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ اسلام انت نسيت تدور في التلاجة. لا مش عايز ادور في التلاجة. موجود في التلاجة. لا يا ماما دوري انت، شوفي يمكن انت مجمداه ولا حاجه. يلا اتفضل من غير سلام عليكم. وما تجيليش تاني هنا، مش هفتح لك الباب ولا هدخلك بيتي تاني، ولا انت ولا ابوك ولا امك. يلا بره. طب انا بقى هوريك انا هعمل معاكي ايه. بقول لك يا امي، انا رحت لاخويا البيت ودورت عليه وما لقيتوش، بس سمعت مراته الندى ماشي وعملت اللي فواه وحذرتها وقلت لها لما يجي اخويا انا مش هسكت على اللي انت عملتيه. برضو يا ابني نفذت اللي في دماغك ورحت لاخوك. هو انا مش قلت لك ما تروحش؟ مش عايزين نخرب عليه ولا نعكنن عليه، ده في شهر العسل. يا امي شهر العسل ايه؟ البت اذا كان هي دلوقتي ده بيكحف في الكلام، يا ريتها تقول انا اسفه. لا ده بيكحف، عماله تقول لك ايه؟ تقول لك انت ده لما اقدم شويه مش هدخلك انت كمان. ده يا ماما ده بتحلم دي. لا حول ولا قوه، ده اختياره وكل واحد بيتحمل اختياره. انا بس نفسي عز عليا ان انا رحت وعملت فيا كده، ما كنتش متوقعه. سيبها لي انا بقى، انا هجيب لك حقك. انت عارفه ما بيهداليش بقى غير لما اعمل اللي في دماغي. انا عارفه ان دماغك ناشفه يا اسلام، مالكش دعوه وما عدتش تتدخل. يلا يا حبيبي. يعني هو كده يعني يا اما؟ طب انا بقى برضه مش هسكت. يا رب استرها يا رب. انت جننت، انت بتضربني بالقلم. اطلع بره. اطلع بره؟ اطلع بره. انت بتقولي لجوزك ان انا اطلع بره؟ ده انت جننت بقى. انا عايزك تعالي يا بنت، تعالي. انا رجعت الكاميرات ولقيت الناس اللي انت طردتهم على الباب دول ابويا وامي. تضحك عليا كنزي وتقولي ده كان في واحد حرامي. تقفلي الباب في وش ابويا وامي. طب ليه يا شيخ؟ ليه يعملوا لك ايه؟ يا مندو انا لسه عروسه جديده، مش عايزه حد يجي لي البيت. عروسه جديده مش عايزه حد يجي لك البيت؟ تقعد بقى يقول لك تعملي اكل وتعملي معرفش ايه. انا تعبت يا مندو. هو انت بيجي حاجه من بيت ابوكي؟ ما تعمل اكل وتعمل شرب، في ايه؟ انا سمعت ان اخويا جاي هنا. الاكل على قدنا يا مندو. في ايه؟ اكل على قدنا ايه البخل اللي فيكي ده؟ هو انت بتصرف حاجه من جيبك؟ مش انا اللي بشتغل وانا اللي بتعب وانا اللي بصرف على البيت؟ اوعى تقول انت بتعمل كل ده عشان خايفه عليا وخايفه على فلوسي. اسمعي بقى، لا خايفه على فلوسي انا بصراحه، عشان فلوسك هي فلوسي. فلما تخلص كده فلوسي هتخلص. يا اختي جميل حنينه يا بت. لا حنينه فعلا، اسقفلك فعلا. اقتصاديه طبعا. طبعا ايه؟ تتجننتي؟ اما انا ما بعزمش اهلي عشان فلوسك ما تخلصش. عارفه لولا وش قدام الناس عارفه كنت عملت ايه؟ كنت طلقتك. بس الناس هتقول ايه؟ طلق مراته بعد الفرح باسبوع؟ لا ده اكيد كان فيها حاجه، لا ده اكيد كان ايه؟ وانا عارف كلام الناس وعارف اللت والعجن بتاعهم. اهدى عليا يا كنزي، الصبر جاي. ماشي. اقول لك على حاجه، انا هسافر وهقعد 3 شهور، مش هتشوفي وشي ولا هبعت لك سلام ولا كلام. طب يا بنتي انت ايه؟ انت مولوده في حاله فلوس ولا ايه؟ الله يخرب بيت الفلوس وسنين الفلوس في الارض. ايه الوليه دي؟ مش عارفه في ايه يعني. انا بحب الفلوس وبخاف على فلوسه اللي هي فلوسي طبعا في الاخر. ايه يا اسلام اللي انا سمعته ده؟ ايه اللي انت سمعته يابا؟ تروح بيت اخوك وتتخانق مع مراته؟ ايوه رحت بيت اخويا واتخانقت مع مراته، ولو كنت لقيت اخويا كنت اتخانقت معاه هو كمان. من حقنا. لا من حقنا يا ابني فهمني،
الذوق ما بيتعلمش والاخلاق ما بتتعلمش، اذا كانت هي كده احنا نعمل لها ايه؟ هنعلمها ازاي؟ اهلها ما علموهاش. لا يا باشا، احنا لو اهلها ما علموهاش احنا يا باشا نعلمها. هي ازاي اصلا؟ انت ازاي قابل على نفسك يتقفل الباب في وشك انت وامي؟ هي حره يا اسلام، احنا مش هنجبر الناس تحترمنا، دي حاجه بتطلع من جواهم، وما كانتش هتطلع من جواهم هتبقى متصنعه قوي. لا يا باشا، بقى ابويا بقول لك ايه، احنا في مجتمع شرقي وكل واحد عارف فين الصح وفين الغلط وعارفين الاصول فين وعارفين العيب والحرام فين. يا ابني طب اهدى وانا افهمك. اللي احنا لنا سلطان عليه ان احنا نجيب اخوك ونفهمه بالراحه، واخوك بالمره ينقل لها وجهه النظر بالراحه عشان حياته ما تبص. احنا هدفنا كله الحياه تبقى مستقره بينه، مش هدفنا نعمل حرب ومشاكل وخناقات، ده لسه متجوزين. لا هي كده كده اللي عملت الحرب وفي اول اسبوع من جوازها. هي مجنونه يابا ولا ايه؟ اسلام افهمني، ده برضه غلط، مفيش احسن من التفاهم. احنا بس نقعد مع اخوك ونفهمه بالراحه خالص، وبعدين ايه هو ينقل لها وجهه النظر بالراحه خالص، اكيد هتقتنع، اكيد عندها اهل يعني، وممكن يروح لاهلها يفهمهم بالراحه وهم يفهموها بالراحه، والحياه تستمر بهدوء من غير خناقات ومشاكل. يعني انت شايف ان ده حل يعني؟ امال يعني اخرب على اخوك يعني؟ اروح اقول له عملت كذا خليه يطلقها؟ طب بص يابا بقى، من باب وتلت كده، انت لو انت وامي هتسكت على الموضوع ده، انا عن نفسي مش هسكت عشان هي قالتها لك. انا امنعك بقى من كده، لان الجواز مش بالسهل. لا اخوك هيتجوز كل يوم. لا انت ما تعرفش اللي حصل ده. لما رحت هناك قالت لي ده انت حتى كمان لما تيجي هتردك انت كمان. انت اللي غلطان عشان رحت وانا قلت لك ما تروحش، مالكش دعوه بيه، اخوك عايز يجي ونبقى نفهمه. برضه يابا انت عايز تطلعني انا اللي غلطان؟ يابا انا مش غلطان في حاجه. يا ابني انا مش غلطان ولا مش غلطان، انا بحب الحل بالطرق الايه الظريفه الخفيفه اللي فيها اقناع بالتفاهم مش بالخناقات. لا خلي في بالك بقى، انت كده بقى عايز تلم الدنيا، وانا عن نفسي يابا انا مش عايز المها. يا سيدي انا طول عمري كده بحب كده، احب امشي في الطريق اللي فيه سلام وهدوء، مش عايز انا مشاكل وصوت عالي وخناقات، هنفرج الناس علينا يا ابني ما ينفعش. وبعدين ده موضوع سهل وبسيط يا سيدي، انا مش عايز اروح خلاص. سهل وبسيط يبقى يجي هو هنا، ايه المشكله يعني؟ خلاص لغايه ما الامور تستقر، وانا عارف ان مسير البنت دي هتهدى وتعرف انها غلطانه اكيد، ولو لو اهلها عرفوا اكيد هيزعلوا منها. محدش يعرف يا باشا اللي هي غلطانه، واهلها نفسها اذا كان اصلا اهلها مفرعنينها، هي عمرها ما هتيجي تعمل كده. امال في الاول كانت عايشه لنا دور البريئه، ويا حبيبي ويا روحي ويا حماتي ويا حمايه ويا اخوجو ويا خطيبي واللي وفي الاخر كل ده كان كلام، كان ضحك على الدهون. انا عايز اقول لك على حاجه، اكيد لما احنا ما نروحش اخوك هيستغرب ويجي يسالنا، لما يجي يسالنا انا هشرح له بقى اللي حصل بهدوء، بس ده اللي عندي بقى، ما توجعش دماغي. جبتكم وعزمتكم بقى النهارده وعملت لكم الاكل الحلو ده عشان اقول لكم حقكم عليا، انتوا بجد اهل التانيين. يا بنتي احنا بنعتبرك بنتنا بالظبط، وعمرنا ما نزعل منك، واللي حصل ده سحابه صفر، واحنا خلاص مسامحينك، ودليل ان احنا موجودين اهو. خلاص يعني تمام، مش زعلان؟ مش زعلان من حاجه. خلاص بقى يا اسلام، بس افرض وشك. خلاص يا بنتي، والله احنا يعني فرحانين. ابني مندو ده يعني عندنا اغلى حاجه، وكان طول عمره بيبر بيا وبابوه، بس اتصدمت لما جيت وقفلت الباب في وشي. خلاص بقى حقك عليا. زيارتنا ليك يا بنتي كانت جايين، احنا فرحانين بيك قوي، جايين نبارك لك، مش جايين عايزين حاجه. وصدقيني الواحد لما يعيش في محبه وسلام احسن 1000 مره من اي حاجه تانية. بالظبط حقك والله، فعلا انت بتقول كلام صح. صدقيني وانت زي بنتنا، لو مندو زعلك احنا اللي هنقف نملص لك ودانه. ماشي. وهو هيكون سعيد جدا لما انت تتعاملي معانا بشكل اكيد طبعا، ده انا والله بجد بحبكم قوي، بس معلش كنت مخنوقه والله ساعتها. خلاص تعالي يلا ناكل سوا عشان يبقى ابنك كان منكد عليا ساعتها. لا خلاص. في حد يروح بعد اول اسبوع شغل ليه يعني؟ معلش مش المفروض يصفرني يوديني اي حته؟ اكل عيشه برضه اللي هتاكله منه. خليه يصفرني. اسبوع كفايه بقى يا بنتي، ما عادش بقى شهر العسل ده قدم. استنى يا اخي، في ايه مستعجل؟ انا مش عارفه. حبيبي الف انا. تعالي تعالي